الجزء اللي فات اتكلمنا عن ازاي نوصل لجزيرة إيلافونيسوس، واتكلمنا كمان عن الشاطئ اللي موجود هناك. النهاردة بقى جه ميعاد الجزء التاني من جزيرة إيلافونيسوس. بس قبل ما افرجكم على الجزيرة والأماكن اللي أكلنا فيها، عايز أقول لكم على معلومة مهمة جدا. واحد من أهم المميزات اللي بتميز معظم الشواطئ في اليونان هو نظافتها، والسبب في الموضوع ده هي ثقافة الشعب اللي عايشين هناك أو بيروحوا الشواطئ هناك. بمعنى ان اي حد بعد ما بيخلص اليوم هناك بيبقى معاه كيس بيلم فيه بقى كل الزبالة والفضلات بتاعته، وبيروح يرميها في الباسكت المخصص للزبالة. فبالتالي الشاطئ بيبقى نظيف، والمية كمان بتاعت البحر بتكون نظيفة. ومن ضمن الاكتيفيتيز اللطيفة ان احنا لقينا في الشبكة بتاعت الفولي بول والناس قاعدين بتلعب هناك. والاجمل المجموعة اللي هناك دي اصلا ما يعرفوش بعض، بس بصراحة احنا كنا مفرهدين ومش قادرين نروح نلعب معاهم علشان كنا راجعين من طريق سفر وعايزين نروح الأوتيل نغير ونروح نتعشى. حاجة بقى عجبتني في الجزيرة ان بعد الساعة 7 ممنوع حد يدخل بالعربية جوه المدينة، فبنركن العربية بره ونتحرك على رجلينا. وعلى حظنا الجميل ان احنا العربية واحنا بنركنها غرزنا. ومن هنا احب اشكر رجل المطافي اللي جه ساعدنا. Ευχαριστώ, thank you. Ευχαριστώ. المهم ان الحمد لله لقينا ركنة وركننا العربية في حتة تانية غير اللي فيها رملة. طيب الفكرة ان دلوقتي من اول هنا بقى ممنوع دخول العربيات للمدينة القديمة عامة يعني، فلازم كله بيركن هنا وبعد كده بقى تتمشوا على رجلكم. هو كل يوم كده القانون هنا كده لغاية الساعة 7. والفكرة من القانون ده علشان الناس بعد ما تخلص يعني البحر تقدر تتمشى جوه الجزيرة من غير ما حد يضايقها بالعربيات. وزي ما انتوا شايفين الدنيا كانت زحمة. احنا خلصنا الشاور ولبسنا وقلنا بقى ننزل نتمشى ونشوف مكان نقعد فيه علشان نتعشى. واحنا بصراحة ما كناش عارفين لسه عايزين ناكل ايه. يعني هو بيبقى فيه بقى مطاعم سمك، في مطاعم لحمة مشويات، في مطاعم برجر، في كل حاجة موجودة. احنا ما كناش لسه عارفين عايزين ناكل ايه. ولقينا في فاير ووركس، احنا مش عارفين هل بيحتفلوا بوجودنا في الجزيرة ولا لأ. هنبقى نشوف الموضوع ده بعدين. احنا بصراحة ما كناش لسه عارفين عايزين نقعد فين او ناكل ايه، بس لقينا بقى مطعم هادي جميل كده عامل انوار بسيطة على المية، كان حلو قوي بس ما قعدناش فيه. المهم رحنا وشوفنا انه اكتر مكان فيه زحمة ورحنا قعدنا فيه، علشان دي الخطة اللي احنا متابعينها، كل ما المكان فيه زحمة يبقى المطعم ده حلو والناس بتشكر فيه. إيليني كانت طالبة طبق كباب اللي هو كفتة، وسمية كانت طالبة سوفلاكي خروف. واحنا بقى طلبنا ايه؟ سوفلاكي بالجمبري، ده اللي هو سندوتشات سوفلاكي يعني بالجمبري، وسوفلاكي بالكالاماري. وبصراحة سندوتش الجمبري ده اللي هو السوفلاكي بالجمبري ده طلع تحفة، طعمه حلو جدا. نازل سخن جدا فانا مش هاكله، انا هدي لسمية تدوقه قبل مني. ايه اخبار الاكل يا عم؟ العيش فيه ردة، العيش فيه ردة، وده مش متدرج فيه كتير في العيش البيتا هنا في اليونان. لسه بقى ما دخلتش في بقية الأعماق. هو عموما يعني انت دخل بعد كده في الاعماق والسندوتش عجبه، وهو ده اسم المكان، اسمه بيتا بار، موجود في جزيرة ايه إيلافونيسوس. جماعة لو رحتوا يبقى جربوه يعني وبقولوا لنا رأيكم. عامة بعديها قعدنا بقى في مكان كده، قعدنا نشرب عصير او حاجة، وكانوا مشغلين مزيكا والدنيا كانت لطيفة. ده بقى تاني يوم الصبح عملنا بقى تشيك اوت ورايحين نفطر. وطبعا لو انتوا فاكرين ان احنا هنفطر ونمشي فانتوا لا، غلطانين يا جماعه، احنا ماشيين بمايوهاتنا علشان بعد الفطار هنروح البحر تاني. وده بصوا شكل الجزيره الصبح حلوه قوي والبيوت جميله جدا، وبصراحه لا الجزيره لطيفه جدا وعجبتنا قوي. وبرده في كام غلطه احنا عملناها بس هبقى اقول لكم عليها بقى ايه في الجزء الثالث. وده المكان اللي رحنا فطرنا فيه، عنده بقى سندوتشات وحاجات اللي اسمها المعجنات. انا طلبت الرول ده، طعمه كان حلو قوي قوي قوي. وبرضو اللي عجبني في المكان ده ان هم عاملين زي كده ايه، ماركت صغير بيبيعوا فيه منتجات من
اللي هي المنتجات بتاعة الجزيرة. فاشترينا برضو حاجات من هنا برضو لماما علشان هي بتحب الحاجات الطبيعية يعني. هم عندهم بقى الانتاج بتاع العسل بتاعهم، المخللات بتاعتهم، المربات بتاعتهم والحاجات دي. وده كده كان الجزء التاني من رحلة جزيرة إلافونيسوس. لو ما شفتوش الجزء الأول هحط لكم برضو اللينك في الكومنتات تحت، ادخلوا شوفوه. ولو عندكم بقى أي سؤال اسألوني علشان هجاوب على كل الأسئلة في الجزء الثالث والأخير اللي هو الفيديو اللي جاي. وطبعا ما تنسوش تعملوا ايه، برافو عليكم، لايك وكومنت وشير علشان يوصل لكم أي فيديو جديد.